واخيرا اخوتي ناجيه غادي تنقص عتبه الفقر. راه ما يجيبها الا نسوانها. هاد البنيته هادي انا من نهار شتها وهي فيها واحد الغيظ واحد الضيم من جهه الوالدين ديالها، وداك العيشه اللي كنقولوا يعني ماشي متوسطه ماشي فقراء بزاف، ولكن يعني هازه الهم لوالديها وكتقول باغا نعاونهم باي طريقه. فبدات بالقنوات هما الاولى اللي بعدا ولا كيتحسن المستوى المعيشي ديالهم شويه بشويه بمداخل الادسنس وشويه بشويه. والمهم البنت ما كملاتش قرايتها كيف كيعرفوا المتابعين كاملين، و واخا هكاك اخوتي عاد فقط وعرفت بان الدراسه هي الملاذ الوحيد لتحقيق الذات. اما حتى اليوتيوب فماشي هو يعني الفرصه الوحيده والمضمونه في الحياه. اليوتيوب راه داير اخوتي بحال الموجه ديال البحر، مره طالع ومره هابط، ولكن الحاجه اللي كتكون مضمونه مع الله سبحانه وتعالى هي شهادتك والوظيفه ديالك. اخوتي ما كذب عليك حتى شي واحد. اما هادو اللي كيقول لك حكا ولواد اليوتيوب غنعيشوا به الى اخر رمق، فراهم غير كيحلموا. ممكن دير به دار ممكن، والاغلبيه كيقول لك اليوتيوب فلوسه حرام، الله اعلم اخوتي. قدرت نفتي في هذه المسائل ما كنفهمش فيها. المهم لما نخرج على الاطار، هاد البنت هادي يعني كتطرق جميع الابواب. فاليوم اخوتي كيف كنقولوا والديها فرحانين بها عكس بنات اللي في العائله، مثل ميس كافي اللي دايره بحال حروده اللي جاريه غير امور الزواج، واللي كان عاد عقدوا القران ديالها مؤخرا، واللي هي خوتي ما هي من البنات اللي خداو شهاده تحضيري، ما هي البنات اللي خداو شهاده البكالوريا، ما هي من البنات اللي قراو في الجامع. ما كتجبدش حس القرايه نهائيا. فوق ما كان باها كيدير شي لايف كتقول له دابا تشوفوا حيان الله. تا شفنا جابت بوكسيصه اللي دار لها عقد القران بيجامه فيها رجل ورجله. المهم اخوتي حديث طويل على دوك الناس اللي طالع ليا في المخيخ ديال دماغي. المهم هاد البنيته ملي كنهضر عليها كتجيني اونيك، يعني مزيونه في العائله، واحد المثل يحتذى به. غير هي ما كانش عندها لوكا او يعني الفرصه فين تكمل قرايتها، والله اعلم شنو كان بهم. واش ما كانش فلوس باش يلا كتوبه. المهم فاش داروا اليوتيوب تحسنت عاد الوضعيه، لقات راسها المهم كبرت على القرايه، والمهم بغات تفدي ما ضعف مجال الدراسه. خوتي طولت عليكم ما قلت لكم حتى السلام. انا بعدا فاتني بنت ناجيه اللي هي غادي تهز العلالي والديها. السلام الله عليكم متابعيني الكرام، فيديو جديد نهار جديد كيف العاده. كنتمنى نلقاكم في اتم الصحه والعافيه والرزق ان شاء الله. ما تنسوش ليا اللايكات لا فيديو، كذلك تعاليقكم الزوينه، بارطاجكم، اشتراكاتكم اللي عاد كيشوف القناه ديالي لاول مره. والله يرحم لكم الوالدين ويفتح بيبان الخير في وجهكم. وجهنا كذلك اخوتي يسرى يا يسرى، هذه هي اللي نقولوا عليها بنيته في العائله كتحمر الوجه. حيت اخوتي قالك جيب العز ولا كحز. البنيته ما كتهضرش على الزواج، دائما الشغل الشاغل ديالها هي حديده فواتور تركبها دير بيرمي. حلمها الوحيد انها قالت تخرج من ديك الدوار دير شي دويره تكون 5 يترقى ويتنقى ويوليو حتى هما من الناس ديال المدينه، يتعلاو شي شويه يدخلوا للمجال الحضاري، يوليو حتى هما ناس ولكن تقدم اخوتي حتى واحد ما كرهو. المهم في هاد البنيته الوحيده في العائله واللي هي كنشوفها واخا ستيتوا واخا هكاك. المهم كتشوف الفوق كيعجبني اخوتي انا الانسان اللي كيبغي يطمح وكيبغي يدير شي حاجه في حياته اللي الناس تبقى تقول تبارك الله وحجاب الله. اما الزواج والموت هم اللي يفوت، خص بنادم يدير بعدا شي حويجه مقيعقعه اللي يحس براسو راه شبع وقنع عادي يمشي الزواج. حتى لقى الزواج ملاوط المهم بعدا كيكون جيبو عامر اخوتي.
البنيت اخوتي كيف شفتو ما خلات لمن ترامات البيع والشراء باغ انترنيت، كتمشي اخوتي كتليفري راسها، هذا اونفويي هاد السلعه دير تفعل، تكونيكطا في الواتساب اللي كيقول لها جيبي لي جيبي لي جيبي لي، وتقاد السلعه وتفركسها وتقادها، قالك زوق تبيع. ومرارا شاركت معانا عاود ترامات اخوتي الحلويات، والمهم البنت فين ما حطيتيها وعلى الجرح كيبرى. كيف قلنا خوتي، المهم البنيته اليوم كتجيب الشهاده ديال الفندقه، نقولوا اخوتي ونعمروا فمنا بها، شهاده الفندقه ناسيونال و انترناسيونال. يعني غتخدم عندها الشهاده تخدم بها في المغرب الا لقات خديمه، و 100% الا شارشات ولا قلبات راه غادي تلقى. ولكن عاوتاني شهاده اخرى كتوازي داك الشهاده انها تخدم بها في الخارج اخوتي. ايه العائله ما قدها فرحه، يهضروا علينا واجيو علينا شي واحد في العائله يكون نويزق ويكون قاري، ماشي كلشي عنده الصم في دماغه. لا خوتي، حتى هاد القضيه زوينه، باها وما غيطيروا بالفرحه. امها بكات قالت لك انا الحلم ديال بنتي كيتحقق، ودائما كندعي معاها في صلاتي، وكنقول وكتشاركني احلامها وطموحاتها وشنو باغا دير، ومنين شدات هاد الدبلوم شنو اصلا باغا دير. ربما ولا سيما وحتما انها يعني كتفكر انها تخرج خارج المغرب وانها تخدم بداك الدبلوم اللي عندها انترناسيونال. ايه اخوتي علاش اخوتي ما تستغل هذه الفرصه، بما ان عندها دبلوم انترناسيونال اخوتي والناس كتخدم به وكيكون صالير دوبل اخوتي ومزيون ومحترم، وتجيها كاع علاش لا شي تزويج اخوتي خارج الديار المغربيه. وشنو قال فيها الله؟ ايوا انت الكناجيه غادي تولي وحده اخرى. يا اخوتي قال لك اللي ربى واللي ولد ما مات. فالبنيت اخوتي خاطك داك انا غنتزوج، شجعونا شجعونا والعقد والقيران والحنه وداك الشيء. لا 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 لا، ما فيهاش اخوتي، ما ديرش هيق. هي ما غديرش هيق على الزواج. لا، كتقول لك بغيت ندير بعدا علاش نرجعوا الوالديه ونحقق لهم داك الشيء اللي بغاو، ونشوفهم هكا ماشي ملاوطين في هاد الدوار السيخ وخياتي ونقيهم. برافو برافو خوتي، فكره ونقطه تحسب لها. حيت كيقول لك يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. كاين بزاف ديال العائلات اللي فيهم رجال اخوتي بضغاضغهم مستاجاتهم اخوتي، بحال راكم عارفين الخبار في راسكم. انا من كنهضر مي انا ما نخرجش من تحت مي، انا مرضي. لا لا، حتى البنيته مرضيه وباغا تخرج من تحت ما باش تهز بما. انت غير كتحكشوا في بنات الناس وتجيبوهم داك رابعه ديال السدادر. ايوا كتبقاو تزاحموا، شي كيدفع شي كيحزق على شي حاجه. المتابعين ديالي رضا بوحدو وتحقيق الطموحات ودات بوحدها. حيت الانسان ملي كيحقق طموحاته كيتنشر الخير وكيعم على العائله كامله. اما انت تبقى تقول لي انا مرضي وانت فيك غير الخمول والكسل بحال ماماتك، لا لا لا، راه بنيتها هي صراحه كتجيبها فيكم في العائله. ما عمرش شفت انا شي اسره في هاد العائله الكبيره كامله جايب شي شهاده، واخا حتى ديال الطبيب ديال شي مصرانه زايده ولا. المهم بنيتها هي قرات، واخا ما كملش قرايتها جاب الدبلوم كاع خارجي وداخلي. ايوا جمع ولادك كبيسو دخلهم محاربه الاميه. حتى لهنا كينتهي لا فيديو ديالي، كنتمنى تشاهدوا الى الاخر والى فيديو قادم باذن الله تعالى.